عربية وقفت جنبي في الطريق، كان فيها صديق ليا وكان بيدعوني للركوب، عايز يوصلني إلى أي مكان. ده شيء مش غريب، شيء طبيعي، وده فعلا اللي حصل معايا. كنت ماشي في يوم من الأيام في طريقي للبيت، بتأمل الأشياء من حولي في رضا، فالسير على الأقدام متعة وفايدة. ببص لقيت سيارة فخمة وقفت، قربت مني، صديق بيدعوني للركوب وفتح باب السيارة، فأردت الاعتذار ألح، بس كانت دهشتي إن اللي كان بيسوق العربية فتاة جميلة لم تقع عيني على أجمل منها. طلعت العربية في المقعد الأمامي جنبها، وصديقي في المقعد الخلفي بيسألني أنت رايح فين؟ بس حبيت أعترف لكم الأول إن جمالها كان غير طبيعي. قعدت فترة عمال ما الدهشة زالت مني، بيسألني أنت رايح فين؟ قلت له رايح البيت. إيه ده؟ البيت عدى؟ أوقفت السائقة الجميلة السيارة في الحال وكانت عايزة تدور في الشارع علشان نرجع تاني، فبنبص لقينا عربية تأتي من الخلف وبتقف، وبينزل منها راجل هينفجر من الغضب ومسك الباب هيفتحه، عينيه فيها شر جديد. صديقي راح قايل اجري اجري بسرعة، انتقع وجهها وأصبح كالوردة البيضة واندفعت بالسيارة تسابق الريح. ضاعفت السرعة ونظرت خلفي فإذا سيارة الرجل منطلقة بسرعة جامدة أوي، سألت ايه اللي بيحصل؟ ارتبكت المرأة وقال صديقي الظاهر ان احنا واحنا بندور بالعربيه عملنا مخالفه. سكت. هو في ايه؟ الراجل ده عايز ايه؟ اكيد دي مخالفه بسيطه، علينا ان نواجه هذا الرجل. قلت لهم الفكره. هم الاتنين ابتسموا. أدارت الجميله عجله القياده فتحولت يسارا فاعترضت سياره الرجل. هنا نفذ صبري، فتحت باب السياره. دي تصرفات اطفال، نزلونا فاهم معاه. تتفاهم معاه؟ مستحيل، الزم مكانك. نزلت. انا ما يلاقيش بيا التهريج اللي بيحصل ده. نزل الراجل من العربيه وفجاه اذا صديقي والفتاه بيجروا بالعربيه اللي كانوا قاعدين فيها ويهربوا. الراجل مسكني وقال لي ايه؟ وقعت في ايدي اخيرا يا مجرم. بصيت له بعتاب وقلت له بتسامح وهدوء مجرم؟ اولا انا مش سواق العربيه، طبعا هي اللي كانت بتسوق وانت فيها عمال تتملى في عينيها السودة. لا ما تفكرنيش، والله من كتر جمالها مش فاكر لون عينيها كان ايه. وانا مستغرب راجل زيك كل ذوق ازاي يتصرف معاها كده. يا عم هي غلطت، تساهل انت شويه. اتساهل يا سافل؟ انا هوريك اتساهل ازاي. طلع من جيبه مسدس صغير، اول ما لمحته الدم هرب من عروقي. حاولت الهدوء والابتسام وقلت له برقه اللهم عفوك ورضاك، اتريد قتلي من اجل مساله بسيطه زي دي؟ مساله بسيطه يا راغب، الموضوع مش مستاهل كل ده. ده بيحصل كل يوم، خصوصا من سيده جميله ممكن يغفر لها اي شيء ما عدا سوء سرها والله كان بمنتهى الحذر. لولا ظهورك المفاجئ اوقفها واوقعها في ارتباك. طبعا لازم ظهوري يوقعكم في ارتباك وضيق. طبعا انت منعتنا من التمتع بالنزهه لطيفه، لو كنت تكرمت علينا كنا وصلنا سرنا وكنا هنشكرك وندعي لك. ما شاء الله لم ارى في حياتي وغير مثلك. تعبت لك وانا مرتاح الضمير. لمعت عيناه باشاعه ارعبتني. توسلت إليه أن يبعد المسدس عني. هدي أعصابك يا عم، أنا مش مسؤول، أنا مجرد واسطة خير. وهو أنت تخيلت إن أنا أقبل إن أنت تكون واسطة خير بيني وبينها؟ طب إيه المانع؟ ده تصرف في منتهى الجرأة والوقاحة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عم أنا عجزت عن إرضائك، فهمني بس أنت عايز إيه؟ لو إحنا كنا خدشنا عربيتك كان هيبقى سبب معقول. يا ناس أموت علشان سبب تافه كده؟ تافه يا نج. إيه الزمن اللي إحنا عايشين فيه ده؟ يا سيدي دي مجرد مخالفة بسيطة، دي جناية. اخرس، انت راجل مستهتر وانت راجل متشدد زيادة عن اللزوم. انت مش عايزني اكون متشدد في حقوقي الشرعية كمان؟ حقوقك يا سيدي محفوظة، لو كان حصل لها اي ضرر وانا مستعد لاجراء معاينة او فحص بواسطة خبير يكشف عليها. اخرس يا ندل يا واطي. والله انا مش عارف ارضيك ازاي، مش هيرضيني غير قتلك، وده الجزاء المناسب على اعراض الاسر ودخل اعراض الاسر في اللي احنا فيه دوت. امال انت عايز، امال علاقتك بزوجتي دي يعني ايه؟ زوجتك مين؟ انا ما اعرفش زوجتك ولا عمري شفتها. امال عشيقتك اللي كانت قاعده جنبك في العربيه دي مين؟ عشيقتي ليس لي صله باي امراه اللي كانت جنبك في العربيه. يا سيدي هفهمك. انا كنت ماشي في طريقي للمنزل، لقيت السياره وقفت جنبي، طلعت العربيه واذا بجواري امراه. يعني انت ما كنتش تعرفها؟ لا ابدا، ركبت معاها من غير سابق معرفه. والله ده اللي حصل. انا قعدت افكر ازاي هقول له ان صديقي بالسياره في المقعد الخلفي للعربيه، ولو قلت له ده مش هيغير من موضوع شيء. الزوجه كده متهمه في الحالتين.
وانا لبخت في بداية كلامي معاه عن عينيها وجمالها وفتنتها. مفيش فايدة من الانكار، فلم اجد ردا. لا الحقيقة ينفع تتقال ولا السسخة هينجيني في الحالة دي. سأل الرجل: انت طبعا بتحبها؟ قعدت افكر، ما دمت لم استطع قول الحقيقة هنجرب الكذب. انا بحبها بجنون ولا انام الليل، وهي بتحبك حب العبادة. كتم غيظه: طب انت من امتى بتعرفها؟ قلت له: من نص ساعة. قال: معقولة يا عم؟ قول الصراحة، ايه الكذب اللي انت بتقوله ده؟ طب يا سيدي انا بعرفها من سنة. اسمع، انا هطلقها وانت تتجوزها، مفيش حل تاني. بلعت ريقي، ابتسمت. المهم اخرج من المصيبة دي، ربنا يفرجها بعد كده. اتفقت على ذلك مع الزوج وسلمت عليه، وكمان وصلني للبيت. انتظرت، تنيت، عدى كالنوم لغاية يومنا ده مستني. فلا الزوج ظهر ولا الزوجة ولا الصديق، ولا حصل طلاق ولا حصل جواز. فين اختفى أبطال القصة؟ ايه علاقة بعضهم ببعض؟ أسرار معرفش عنها حاجة، ومش عارف ومش عايز أعرف. كل اللي أنا أعرفه دلوقتي إني برتعش من أي عربية بتقف جنبي ويكون اللي سايق العربية ديت واحدة ست. الحياة قصة، كل واحد فينا حياته عبارة عن مجموعة من القصص. علشان كده أنا بحب كل أنواع القصص. ولو أنت مهتم بالقصص وعارف أهميتها، هطلب منك لايك يساعد في انتشار المحتوى، لأن تشجيعك ليا بالنسبة لي شيء مهم. وياريت تكتب تعليق بنوع القصص اللي أنت بتحبها. ويلا بينا نبتدي قصتنا النهارده.